السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وحلوين وتمام وزي الفل. فيديو النهاردة عايزين ندعي دعوة حلوة كده خالصة من القلب إلى الأستاذة ياسمين جاد. ربنا يسهل يا رب وتكون الطيارة طلعت وسافرت بالسلامة. امبارح عملت فيديو ان هم في ورق متعقد في الجيش لضني وراحت عشان تشوف الدنيا ايه. فالله المستعان، ربنا مش عارفة يكرمها يا رب العالمين. البت دي يعني ايه، يعني الواحد بيبقى متشوق لما بيعرف ان هو رايح عمرة او رايح حاجة، فبيبقى متشوق جدا جدا جدا. وطبعا كان في جدال ان ياسمين كانت رايحة علشان خاطر تصالح ام ضني، لكن ام ضني طبعا وصلت خلاص لارض الوطن بالسلامه. هي الست يعني ياسمين قالت احنا تصالح، انا سامحت ومستعديه ان انا اسامح ومستعديه ان انا اتعامل ومستعديه، ولكن ما كانش فيه رد من ام ضني غير العناوين اللي كانت بتكتبها على الفيديوهات: الصلح خير، ايه اللي انا بسمعه ده، ايه اللي مش عارف ايه. الله المستعان يكون بداية خير وربنا يرزقهم يا رب العالمين عمرة مقبولة وتروح وترجع بالسلامة. طبعا في قنوات كتير يعني بيقولوا لياسمين انت مستخسرة راح تعملي عمرة ترانزيت 4 ايام ولا 5 ايام، ليه ما تدفعي؟ ما انت معاكي فلوس. طبعا انا معرفش التفاصيل دي، بس هي قالت انا هنزل ترانزيت في الرياض. فالرياض هي فيها عمرة؟ الرياض يعني هو في كعبة نقلوها في الرياض؟ انا اعرف ان الكعبة في مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي يعني في المدينة. فطبعا يعني المهم ربنا يا رب يكرمها وتروح وترجع بألف سلامة هي وضني. خلصوا الورق امبارح بالعافية والحمد لله انها اتعرفت على ام حبيبة، عدت عليها الوقت. ربنا يا رب يسعدها امين ويكرمنا جميعا بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده عايزين ندعي برضو لآلاء. آلاء امبارح طلعت ردت على الناس غالبا، يعني في ناس كتير قعدوا قالوا دي خفت ومخبية، يعنيها اتعدلت، يعنيها مش عارف ايه، ولكن آلاء كانت حريصة انها تنزل لنا صور على الانستجرام. حتى انا لما حاولت افتح الصور قال لي الانستجرام ان ده محتوى حساس وما ينفعش ان انتي تخشي وتشوفي، ولكن انا لا، عملت لا انا عايزه اشوف. بصيت لقيت فيه ابر صينيه ومترشقه في وشها، وعملت فيديو هي ومحمد اول مره يطلعوا يردوا وحسبي الله ونعم الوكيل. ولكن كان الكلام انا كنت فاكراه على المتابعين اللي مكذبين آلاء انها خفت، ولكن هم كانوا مصممين وبيقولوا لا، آلاء ما خفتش، آلاء ما بقتش كويسة. ده حصل ان دكتور كان في غلطان في العلاج وادالها علاج غلط او ادالها حاجة غلط ومش عارف ايه وايه وايه وايه، وحذروا خلي بالكوا. طبعا محمد بيقول انا متعقد من موضوع وجع الاعصاب بسبب ام زياد الله يرحمها. فلان ام زياد برضو لما وقعت يوميها وتعبت ويقال ان هم باين وشها الله اعلم ولا ايه، المهم ان هي كانت اعصاب. فهو بيقول انا عندي خوف ورعب من موضوع تعب الاعصاب، وعندي استعداد اصرف فلوس مليها اول من اخر على آلاء. المهم ان آلاء تبقى كويسة وتبقى سليمة، دي اهم حاجة عندي. ربنا يا ابني يسعدك ويقويك عليها وتشوفها احسن الناس وتخف امين يا رب العالمين. انا طلعت في فيديو قبل ده وقلت يا جماعه هي اكيد مش هتكذب في حاجه زي كده، ولكن في ناس كتير يقول لك لا دي خفت، لا دي وشها اتعدل، وهي وشها ولا اتعدل ولا حاجه. ربنا يشفيها يا رب العالمين ويقومها بألف سلامة لجوزها ولعيالها. وبعد كده هنيجي لزيزي. زيزي امبارح يعني بقالها كام يوم بتنزل فيديوهات. اول امبارح منزلة فيديو بتقول ان هي عملت انفولو لجوزها على الانستجرام وشالت صوره وشالت فيديوهاته، وفي مشكلة ومش في مشكلة، وانا هعيش لعيالي ومش هعيش لعيالي. وبتقول ان في ناس دخلوا وعلقوا وقالوا دي عامله له انفولو ومش عامله له انفولو. انا شايفة يا زيزي يعني شكلك متضايقه وشكلك متدمره وشكلك كل ده على عيننا وعلى راسنا، ولكن ما كانش فيه داعي ان انت تطلعي تقولي ان في مشكله، لان انتوا لسه في الاول. اكيد هيحصل مشاكل واكيد هيحصل شد واكيد مش عارف ايه. اظن ما ينفعش بعد ما نخلف ونولد ونجيب عيال ونجيب عيل تالت ان انتي يحصل لا قدر الله حاجه وتشيلي 3 عيال، بدل ما يبقى عيل بنتين في رقبتك بقوا 3. فحكمي العقل، حكمي العقل، حكمي العقل. بلاش انك انتي تطلعي وتقولي ده في مشاكل، ده انا عامله له انفولو، ده في مشاكل، اصل انا مش عايزه اتكلم، عايزه احتفظ بنفسي. ما تتكلميش، ما تسريش الجدل، ما تخليش الناس تخش لك. في ناس دخلوا قالوا لها انتي بتشدي الناس
بالتعليقات، وانتي بتشدي الناس بالعناوين ليه كده ومش ليه كده. وفي ناس فعلا بتتخض عليها، يعني في ناس فعلا بيتخضوا عليها وبيقولوا لها لا عايزينك تبقي احسن من كده، وطمنينا يا رب ما يبقاش في حاجة وحشة عندك يا زيزي، ومش يا رب ما يبقاش في حاجة وحشة. وحقهم يا جماعة، يعني الواحد لما بيتابع حد بيبقى عايز يطمن عليه، مش عايز يبقى شايف منه اي غلط ولا اي تعب ولا اي حاجة. اتمنى الفيديوهات ديت يا زيزي بلاشها خالص، وحاولي بقدر الامكان انك انتي تحكمي عقلك، علشان صعب قوي ان انت تشيلي مسؤولية 3 عيال، صعب قوي 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 ان انت تشيلي مسؤولية 3 عيال. فحبيبتي ربنا يصلح لك حالك ويكرمك يا رب العالمين، يكتب لك كل خير ويجعل زوجك صالح، امين يا رب، ما تبقاش في مشاكل، ما يبقاش في حاجة، امين يا رب العالمين. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم على خير، يلا باي باي.